مستمعينا الكرام، تحدثنا في حلقتين سابقتين من برنامج رحلة مع الفن عن المدرسة الكلاسيكية والرومانسية، وفي حلقة اليوم سنحاول الحديث عن المدرسة الواقعية مع الأستاذ أمين مراد. فأهلا وسهلا بكم. أهلا بك. أستاذ أمين، ما هي المدرسة الواقعية؟ يعني دائما نحن نعود إلى الماضي لحتى نعرف المستمعين على كل ما هو حديث وجديد. قلنا الكلاسيكية كل ما هو قديم وكل ما هو جميل ومثالي وتعتمد على التناسب والدقة وإلى ما شابه. الرومانسية بعكس ذلك اعتمدت على العاطفة والخيال والموضوعات الأسطورية والحركة إلى آخره. هنا نأتي إلى الواقعية باعتقادي وحسب المبادئ الموجودة فيها بشكل عام تختلف عن المدرسة الكلاسيكية والرومانسية. بمعنى يا أخي كل مدرسة تأتي تلغي المدرسة التي سبقتها، تلغيها أو تضيف عليها. ممكن تلغيها، حتى في بعض الفنانين لم يعتمد إليها نهائيا، وممكن أن تبني عليها بشكل أو بآخر، لأننا عندما نرى مبادئها فعلا لا ينطبقون على بعض كليا، لأن فعلا كل مدرسة منفصلة عن المدرسة الثانية. تعريف الواقعية هي المدرسة المرتبطة بالطبيعة الحرة مباشرة، بحيث يخرج الفنان إلى الطبيعة حاملا معه ألوانه وعدة التصوير يرسمها ويلونها وجها لوجه، مخالفا بذلك القاعدة القديمة. أنت قلت أن المدرسة الواقعية تختلف عن المدرستين السابقتين الكلاسيكية والرومانسية، ولكن نعم. بماذا تختلف؟ على مبدأ أخذ الخطوط العامة للمنظر الطبيعي، ومن ثم العودة إلى المراسم لإنجاز العمل وفقا للقاعدة الموروثة كما وجدناها في المدرسة الكلاسيكية. الفن الكلاسيكي يعني الفن الكلاسيكي كانت تعتمد على بعض خطوط والعودة إلى المعامل أو المشغل ويبدأون بالعمل من جهة، وبالاعتماد على المنطق والدقة في العمل الفني. هذا بالنسبة للمدرسة الكلاسيكية. والمدرسة الخيالية أو الرومانسية بما يملي عليه خياله من جهة أخرى، وهذا ينطبق على الفن الرومانسي بالاعتماد على الخيال والعاطفة، فتكون النتيجة مناظرها تنقصها حرارة اللقاء مع الطبيعة وصدقه مع الموديل أو الطبيعة الصامتة أو المناظر. يعني بمعنى الواقعية هي رسم من الواقع مباشرة وجها لوجه، بخلاف المدرسة الكلاسيكية والرومانسية. وهل هناك سر وراء اكتشاف هذه المدرسة؟ طبعا هناك سر، وفي أحد المعارض اكتشف هذا الفن في الربع الأول من القرن التاسع عشر، عندما أقيم معرضا فنيا في باريس شارك فيه الفنان الإنجليزي فنان الطبيعة بامتياز جون كونستابل مع مجموعة من الفنانين الفرنسيين أمثال الفنان دولاكروا وغريكو. فلاقت أعمال كونستابل استحسانا شديدا من الجمهور الفرنسي لما وجد فيه من مشاهد وألوان وأنوار نقلته من قلب الطبيعة، ومناظرها، واستمتع برؤية ألوانها الحية. ولكن ماذا حدث بعد هذا المعرض لدى الفنانين الآخرين؟ بعدما لاقى معرض الفنان كونستابل إحسانا أو استمتاعا لدى جمهور الفرنسي، وحتى الفنانين الرومانسيين كانوا موجودين بشكل كامل. وبعد ذلك المعرض أخذ الفنانون الفرنسيون يتوافدون إلى الطبيعة صباحا ويعودون مساء محملين بلوحات تنبض بالحياة وتغتسل ألوانها بنور الشمس، ودعي اتباع هذا الاتجاه بالواقعية الطبيعية. وماذا يمكنك أن تحدثنا عن أهم فناني هذه المدرسة؟ طبعا لكل اتجاه أو مذهب أو مدرسة هناك فنانين. أول فنان فرانسوا ميه وكميل كورو ودوميه وغوستاف غوربي، وهو من أشهرهم. غوستاف غوربي من أبرز أقطاب الاتجاه الواقعي، وأكثرهم
مهارة وموهبة من أعماله الشهيرة. جنازة في أورنان لاقت أعمال غوربيه قبولا واسعا في فرنسا وبلدان أوروبا بشكل عام، وتعاطف الفنان مع البسطاء والكادحين ورسمهم كما رسم الطبيعة بمفرداتها المختلفة من البحر والجبل والموج والغابة والأشجار وما هنالك، يعني من كل مفردات الطبيعة. وفي نهاية هذا الحديث عن هذه المدارس، كيف لك أن تبين لنا كيف لمشاهد عادي أن يميز بين هذه المدارس من خلال لوحة ما؟ وهل هذا التمييز يأتي من خلال اختلاف الألوان أم الخطوط والموضوع بين هذه المدارس؟ طبعا الإنسان العادي بحاجة إلى ثقافة بصرية بالإضافة إلى ثقافة يعني عامة بشكل عام، لأنه اللوحة أو النحت أو ما شابه ذلك كل عمل فني بحاجة إلى رؤية. فكل اتجاه كما تحدثنا سابقا تعتمد على مبادئ. مثال الكلاسيكية اعتمدت على العقلانية والمنطق والسكون وكل ما هو قديم وجميل ومثالي. الرومانسية بعكس ذلك اعتمدت على الخيال والعاطفة والموضوعات سواء كانت سحرية أو خيالية، والألوان المتعددة المشرقة بالإضافة إلى إعطاء الحركة في العمل الفني. الواقعية جاءت على الرسم من الطبيعة مباشرة وجه لوجه مع الطبيعة وحرارة اللقاء والتفاعل معها ومع نور الشمس والأشياء الموجودة في الطبيعة. يعني بمختصر مفيد لحتى الفنان يتعرف على اللوحة واتجاه اللوحة ومدرسة اللوحة وفي أي قرن وفي أي زمن. ممكن أن هناك بعض الأمور كلاسيكية، بمعنى يعني نحن نتحدث عن إنسان ما أنت كلاسيكي بمعنى قديم وجميل ومثالي، يعني تعتمد على المنطق. الرومانسية بالإضافة إلى المنطق والخيال والدقة أضافت إليه الخيال والعاطفة. والخيال والعاطفة فعلا الإنسان كل القصص والروايات الإنسان بشكل كامل والأساطير جاءت من الخيال، لا يمكن نحن إنكارها. يعني الواقعية كل شيء أمام الإنسان، مواجهة الإنسان مباشرة كما ذهب الفنانون بشكل كامل إلى الطبيعة ورسموا الطبيعة مباشرة، طبيعة حرة بألوانها وزهورها وجبالها وأشجارها. فهذه هي الفروقات أو الميزات ما بين المدارس الثلاث. مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج رحلة مع الفن مع الفنان التشكيلي أمين مراد، وما أرق تحياتي أنا فرحان كلاش، وإلى اللقاء.